يا صباح الهنا والسعادة على قلوبكم، وحشتوني قوي قوي قوي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. اجمل اخوات في الدنيا. النهارده هنعمل معانا الكشري المصري. تعالوا نشوف المقادير ونقول بسم الله. معانا هنا ميه للمكرونه بتغلي طبعا، وحطينا لها ملح. معانا هنا كده كيلو من المكرونه الاسباجيتي واللي هي المقصوصه الصغيره المرمريه دي. نحطهم كده يتسلقوا. نحط معاهم معلقه من الزيت. نقلبها كده عشان كله المكرونة تتقلب مع الاسباجيتي مع الصغيرة. معلقة كده من الزيت. ونسلقها ونرجع نصفيها بقى ونبردها بمية. صفيناها اهو تحت الحنفية. نشطفها بمية باردة عشان ما تلزقش في بعض وما تعجنش. نرجع ايه نخليها ايه في المصفى بتاعتها تتصفى على حاجة، يعني على الحلة بتاعتها، ونحطها في قلب المصفى. ما ندلقهاش في الحلة دلوقتي. اما المكرونة تصفي المية بتاعتها خالص. واحنا بندلق مية سخنة في الحوض نسمي الله ونقول بسم الله كده. اقلبها كده عشان البخار يطلع منها. واسيبها بقى ايه تتصفى خالص على الحلة. شايفين مفلفلة ازاي؟ مكرونتي مفلفلة ولا معجنة ولا اي حاجة. هنا بقى نعمل العدس. مية للعدس بتغلي. العدس انا شطفاه ونقعاه في مية، يعني ساعة كده، وحطيته يتنقع. حطيت بقى للمية دي كمون وكزبرة ومكعب من المرقة وملح. والعدس اهو مغسول ومنقوع وكل حاجة ومتظبط. هسيبه بقى يتسلق هنا معايا. معانا بقى بصل، اللي هو الورد بتاع الكشري. خرطه كده جوانح. معانا بقى للبصل ده معلقتين من النشا. معلقة ملح. معلقة كزبرة، معلقة كمون، كل ده معلقة صغيرة. ومعلقة كركم. وافضل كده افتح البصل من بعضه. اخليه شرايح شرايح رفيعة. وافضل ادعكه كده بالنشا وبالتوابل اللي انا حطيتها عليه. عشان يبقى البصلاية بتاعتي متطعمة وطعمها جميل. والكركم بيديله اللون الذهبي الحلو ده. شايفين بقى مفرط ازاي؟ كل شريحة لوحدها مبقاش ماسك في بعضه. نيجي بقى في زيت سخن جامد. على النار طاسة زيت سخن. وابتدي بقى اقليه. هنا العدس الناحية التانية بيتعمل. مكترش بس في الطاسة عشان ايه يطلع مقرمش وحلو معايا. كان مقرمش وكان طعمه جميل. متطعم كده من الكمون والكزبرة والبهارات. معانا كده حاجة واسعة حاطين عليها مناديل مطبخ. شايفين لونه ذهبي ازاي؟ طلع كل الكمية وابتدي ايه اقلي كمية البصل كلها. انا ما حطيتهاش كلها مرة واحدة في الطاسة، لا. انا حطيت شوية بشوية. هنا بقى مية العدس عشان محتاجاها، دي التركية الحلوة بتاعة الكشري. بصفيها في حاجة نظيفة، مصفى، وتحتيها حلة نظيفة او طبق نظيف. عشان محتاجة مية العدس دي، وهقول لكم ليه. شايفين العدس بتاعي مفلفل ازاي؟ ولا مهري ولا معجن في بعض ولا اي حاجة. يعني المية دي هنحتاجها. المية دي متطعمة بالكمون والكزبرة والمرقة والملح. هقول لكم هنحتاجها في ايه دلوقتي. شايفين البصل بتاعي دي الكمية كلها خلصت. شايفين كله دهب ازاي؟ وكان مقرمش تقرميشة. مننساش ما احنا واقفين نفضل نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونستغفر ربنا كتير. هنا معانا بقى ده الزيت بتاع البصل، ده الكنز بتاع الكشري. هنحتاجه في كل الوصفة. دي كده المكرونة هحط لها معلقتين من زيت البصل.
عشان تتطعم بيه، تفضل مفلفلة. مكرونتي اصلا مفلفلة مش معجنة ولا حاجة، بس تتطعم ايه بزيت البصل ده. زيت البصل هحتاجه في كل وصفة الكشري. مكرونة مفلفلة وكل واحدة بوحدتها. كده عملنا العدس والورد بتاع الكشري والمكرونة. نبتدي نعمل الصلصة. ده زيت البصل، معايا معلقتين كبار من الثوم المهروس. هحط معاهم معلقة من الكمون. معلقة كمون كده. واقلب بقى لغاية ما الثوم ايه يصفر معايا وريحته تطلع كده بالشكل ده. معايا نص كوباية من الخل. احمص الكمون معاه كده. كده اصفر معايا، هقوم نازلة عليه بالخل. يا سلام على ريحة الكشري. هنزل بقى عليهم بالطماطم. البهارات بتاعتنا. بهارات الكشري عبارة عن كمون، كزبرة، ومرقة، وبابريكا، وشطة، وملح. هنزل بالكلام ده كله على الصلصة. واقلب بقى كل الكلام ده في بعض. متنسوش تكتبوا لنا تعليق حلو كده زيكم، واللي ما اشتركش في القناة يعمل اشتراك. فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. معانا هنا معلقة سكر عشان نعادل الحموضة بتاعة الصلصة، وكمان بتحسن من طعم الطماطم. كده الصلصة سيبناها على النار. معانا بقى حلة كده الرز. مي بردك زيت البصل. زيت البصل داخل معانا في كل الوصفة. معانا كوباية كبيرة من الشعرية، معادل ربع كيلو. واقلب بقى لغاية ما تصفر. كده بالشكل ده. اقوم حاطه عليها الرز، نص كيلو رز. هشوح كده الرز مع الشعرية كده على النار. دي التركية اللي بتخلي رز الكشري طعمه جميل جدا. معايا كده معلقة كبيرة او معلقتين كبار من العدس الاصفر مغسولين، واحطهم على الرز واشوحهم بقى في قلب بعض كده. بيخلي الرز بتاعي جميل جدا. دي بقى مية العدس اللي انا قلتلكوا عليها اللي انا هحتاجها، هسقي بيها الرز بتاع الكشري. برضك بتفرق جدا في طعمه. جربوه بالطريقة دي هتلاقوا طعمه ايه خطير. احلى من المحلات ب100 مرة، وحاجة نظيفة ومضمونة في البيت. حاجة صحية لولادنا. سيبه بقى يستوي. وهنا معايا الصلصة هي كانت خلاص على النار بتتسبك. مش عايزاها تتسبك قوي، هي بتغلي بس. حطيت عليها معلقة من البصل اللي انا محمراه، يديها كده تسكيرة. نعمل بقى الدقة بتاعة الكشري، الدقة الخطيرة بتاعتنا. معانا معلقة من التوم كبيرة، كمون، كزبرة، وليمونة. ومعانا ربع كوباية خل. بردك زيت البصل. الدقة بتاعتي هعملها على النار مش على البارد. جربوها بيبقى طعمها جميل جدا. هحط كده الثوم مع الزيت واسيبه يتشوح.
باحس الدقة اللي هي على البارد دي والتوم بارد وكله باحس انها بتتعب المعدة. دي كده التوم فيها مستوي فأخف شوية. هحط معاه مع التوم ده كمون وكزبرة. اشوحهم كده لغاية ما الريحة تطلع بتاعة البهارات وبتاعة التوم. وهنزل عليه بربع كوباية الخل. سلام على ريحة الدقة. كده نزودها مية. الخل بتاعي كان مركز جدا فانا زودته مية. وهنزل عليها بعصرة الليمونة. احط لها سنة من الملح عشان ما تبقاش دلعة قوي يعني. انزل عليها بعصرة الليمونة كده. جربوا طريقة الكشري دي هتعجبكم قوي. كان اللهم بارك طعمه خطير احلى من اي محل. قرن الفلفل ده بقى بيدي تطعيمة جدا للدقة بتاعتي. سيبها تغلي غلوة واحدة كده على النار بكل المكونات دي في قلب بعض كده بالشكل ده. كده دي الدقة اللي ايه المستوية اللي على النار، مش النية. النية بحس انها بتتعب المعدة. معانا بقى للشطة بردك معلقة من الزيت البصل. كده هو قد مهمته معانا وخلص. هنا الصلصة هي كانت خلاص اتعملت. مغطية عليها خالص معلقة كبيرة من الشطة. اديها كده تقليبة على الزيت. احط عليها بقى كبشة او كبشتين من الصلصة بتاعتي. شايفين شكل الشطة؟ كبشتين كده من الصلصة عليها. كده احنا خلصنا كل حاجة الكشري. مكرونة وعدس ورز وصلصة ودقة وشطة. كده ما نسيناش حاجة وعملنا كل حاجته. شايفين شكل الشطة عامل ازاي؟ تبقى مولعة. نشوف بقى شكل الاكل لما خلص. شايفين البصل ومقرمش خالص. العدس بتاعي مفلفل. المكرونة بتاعتي مفلفلة. الحمد لله مفيش حاجة معجنة ولا اي حاجة وكله مظبوط. والرز بتاعي برضك شايفين شكله عامل ازاي. ولا تقولوا بقى مية العدس هتغمقه وتخليه اسود ولا اي حاجة قدامكم اهو. بس بتحسن من طعمه. طماطم عشان الشطة وشطة ودقة والصلصة. كله جاهز قدامك اهو رصيناه. زي محلات الكشري اللي عايز نقوم ايه غرفين له على طول. ده كده شكل الطبق بتاعي بعد ما غرفناه. جربوا الطريقة بتاعت الكشري دي هتعجبكم قوي وربنا يحسن ما بين ايديكم.